النهارده يا شباب هشرح عن بلابل نظام الاكسباند الجديده اللي هتنزل، وتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا موعد نزول بلبل براكتو ويب، طلع اسمه كده، واللي هو اللاعب 6. فطبعا يا شباب ادي قطاع الثلاث بلابل، فيلا نشرح عن البلابل ديت. واول بلبل واللي هو من نظام السي اكس الاكسباند واللي اسمه هيريكان انيلل. فطبعا هو يعني عبارة عن حاجة من برق، هو اصدار اكسلوسيف من هاسبرو من بيبلت اكس طبعا، وستارتر بيجي بجهاز اطلاق. فطبعا يعني خلونا نبدأ في الشرح عنه. فطبعا ادي العلبة من ورا. طبعا عندنا قطع البليد بتتقسم ل4 قطع في نظام الاكسباند سي اكس، والراتشت والبيت. فيلا نبدأ الشرح. فاللوكت شيب اللي اسمها انيلل، فطبعا لو ركزتوا في شكلها يا شباب هتلاقوا ان هي عبارة عن يعني اعصار كده اهوت، وفي عينين هنا بيض، واحد ماسك برق. فتصميم حلو من هاسبرو. انا في الاول حسبته اعصار، لكن لما تتأمل كده هتكتشف انه واحد بعيون ماسك برق. فحلو الصراحة التصميم ده. والاوفر بليد الجديدة اللي اسمها اي، فطبعا شكلها غريب جدا جدا حرفيا يا شباب. 1 2 3 4 5 6، يعني بص هي شكلها غريب. تعتبر هنا عندنا شفار، 3 شفار كبيرة و3 شفار صغيرة، ف6 شفرات، فحاجة اسطورية. ونسيت اقول ان البلبل مزدوج ودوران يميني. ف يعني والميتال بليد الجديدة واللي هي هيريكان، فطبعا هي تعتبر برضو زي مش زي الصراحة هي زي الاوفر بليد، 3 اماكن كبيرة و3 اماكن صغيرة. فيعني طبعا يا شباب اعذروني لو في صوت مزعج كده. المهم اسيست بليد اس اللي هي نفس اسيست البليد بتاعت التنين الشجاع بريف اسمه ايه ده، بريف درين. لو انتوا عايزين تشوفوا الفيديو بتاعه هسيب لكم هنا اهوت، او يمكن هنا اهوت بحسب لغة التليفون بتاعك. فطبعا هي يعني عبارة عن اسيست بليد 3 اجنحة يعني، ممتازة. فطبعا البليد في الهجوم 48، وفي الدفاع هي 32، والتحمل 20، فحاجة ممتازة. وراتشت جديدة واللي هي تقريبا راتشت جديدة 755. فطبعا يعني هي عبارة عن 7 مناطق، 1 2 3 4 5 6 7، وطولها 55 سنتيمتر. فلو شفنا تقييماتها طبعا شباب هي للأسف من الرواتشتس اللي قدرتهم على الاستطاعة ضعيفة، اللي هي بتكون كده هوت، فبتكون سهل ان هي تتحطم، مش بتكون كده هوت يعني دوت اللي هو العادي. فلو برضو عايزين تعرفوا شوفوا فيديو بلبل التنين شجاع اللي هو شرح عن ظبط بيبلت اكس، اللي انا قلت لكم هيظهر لكم في يمين او شمال. فطبعا الهجوم 6، الدفاع 14، تحمل 10، الطول 5 والبت متعادة لان احنا عارفينها، والبت اللي هي تيبر نفس بت القوار القاطع. فطبعا الهجوم عندها 35، والدفاع عندها 20، والتحمل عندها 20 برضو، وعندها السرعة 25، والبيرست 80. فطبعا يا شباب شوفوا فيديو القوار القاطع هيكون هنا او حتى هنا، فشوفوه لان كان صدمة او كان يعني اول بلبل اكس ليا. والبلبل الثاني يا شباب واللي هو بلبل شاتر هورس. فطبعا اللي معرفش ايه معنى هورس دوت يا شباب اسطورة مصرية قديمة. فده كل اللي عارفه عن هورس الصراحة، مع اني مصري بس مش عارف عنه كتير، فحاجة بتضحك الصراحة. طبعا اصدار اكسكلوسيف من هاسبرو، ويمكن تكارتو بتنزله بنسخة عندها، وبيبلت اكس وهو من نظام بي اكس المعدل. ونسيت اقول لكم انه هو ستارتر بيجي مع جهاز اطلاق.
فللاسف العلبه من ورا يا شباب ما قدرتش اجيب لها يعني جوده حلوه قوي. فطبعا البلبل تحملي دوران يميني لو انتوا شايفين اصلا. المهم البليد لو هنشوفها هنلاقي ان هي عباره عن تعتبر دائريه. وطبعا نظام البي اكس المعدل احنا عارفينه. السي اكس المعدل بيكون 4 قطع في البليد بدل 3. واما البي اكس المعدل يا شباب بيكون حديد من النص. حتى شوفوا فيديو بلبل التنين مهاجم هيكون هنا برضو او هنا. التنين درين سترايك يعني لاني شرحت فيه عن نظام بي اكس المعدل احسن يعني من كده. والراتشت يعني صعب جدا انكم تشوفوها. الراتشت يا شباب واللي هي 9 اللي هي 9 مناطق للضربات يعني. وطولها 65 ملم. البت جير بول اللي هي نفس بت لغز الرمح ولكن بالجير. والبتات اللي اسمها جير كذا بتكون عبارة عن ان الخطوط بتاعت الاكستريم داش بتكون نازلة لحد القاعدة نفسها. فصراحة البت ديت مش افضل حاجة. واعتذر مجددا يعني يا شباب على العلبة اللي شكلها يعني يقرف. والبلبل الثالث الاسطورة يا شباب اللي ما توقعناش خالص انه ينزل واللي اسمه بلبل جلوري فالكري. ايوه يا شباب زي ما انتوا سمعتوا جلوري فالكري. فالكري الشجاع. ايوه يا شباب لان فالكري اللي هو اسم الشجاع بس بالياباني يعني. فحرفيا الشجاع بقى في الاكس يا شباب. طبعا البلبل هينزل من تاكارا تومي على ما اظن يعني. وهو من نظام اليو اكس الاكسباند. هتشوفوا حتى شرحت عن النظام دوت برضه في فيديو التنين الدرين سترايك وبالت جريفون. لازم تشوفوا الفيديو دوت بس بعد الفيديو ده. المهم النظام دوت شباب واللي هو عبارة شباب معذرة تاني لو في صوت ظهر كده وحش مش من الفيديو ده يعني. المهم نظام اليو اكس الاكسباند دوت بيكون عبارة عن البليد مدموجة في الراتشت. فطبعا شباب البليد الصراحة يعني انا مش عارف هي 3 أجنحة. ومتوقع ان البليد ديت تكون يا شباب فيها نفس ميزة الشجاع المتقد اللي هي الارتداد. فطبعا الناس بيقولوا ان هو هيكون يعني نسخة من الشجاع المتقد. وطبعا يا شباب لو ركزتوا تلاقوا الحديد ان هو مطلي باللون الابيض. ايوه مطلي هو لو ركزتوا يعني ده مش نفس الحديد بتاع ده. فهو مطلي والاجانب هيتجننوا عليه لان الناس بيتجننوا على البلابل المطلية ديت. يشتروا نسخة للكوليكشن ونسخة للنزالات. البت الصراحة خيبة امل واللي هي لو فلات الاف. طبعا هي قاعدة مستقيمة وهي اقصر من بت فلات العادية ب1 سنتيمتر. قصدي ب1 مش عارف الصراحة هو ب1 من يساعد سنتيمتر او متر ولا لا مش متر مهم. طبعا هي من البتات الهجوم اللي 80% البرست بتاعها يعني مش بتعمل لها برست بسهولة. وطبعا للاسف الشديد جلوري فالكري اللي هو الشجاع الجديد. طبعا اسمه يا شباب بالترجمة الشجاع المجيد. فطبعا شباب للاسف هيكون البلبل دوت للشخصية الشريرة في بيبلة اكس من الجزء الثالث. فيعني الشجاع بقى شرير او مالكه شرير. فطبعا يا شباب صحيح هقول لكم كده معلومة بتضحك ان اول ما شفت البلبل يعني زي ما انتم شايفين في عين والخوذة الجميلة يعني يعني شكل جميل قوي بالذات الوش اللي هناك دوت. فطبعا انا هقول لكم حاجة في الاول انا فكرته بسبب الازرق على الاصفر دوت وزة. فكرت وزة يا شباب فحاجة مش معقولة. وطبعا شباب برضو في تقنية الناس متوقعينها لجانب واللي هي عشان في قطع صفرة تحت الحديد متوقعين ان يبقى ليه شفرات. تقنية الشفرات زي تقنية بلابل التربو. وبلابل التربو دي تقنيتها ان يبقى في شفرات تطلع بتخلي الحديدة تمنع ان هي تتحرك عشان البلبل ما تعملهوش بير. وطبعا الخبر الصادم بقى يا شباب بجد يعني بجد
الخبر دوت يعني يعني ايه مذهل. واللي هو يا شباب تم تسريب في المانجا تطور الأوار الجديد في المانجا بتاعت الجزء الثالث في آخر الفصل اللي نزل. كان متسرب ان بلبل الأوار الجديد تطور الأوار لأنكم زي ما انتم شايفين حتى لو انتوا شفتوا يعني المكتوب هتلاحظوا يعني we can definitely win and my new bay too. يعني بيقول and my new bay يعني بلبل الجديد، فبلبل هيبقى فيه بلبل جديد للنبيل، واللي طبعا يا شباب تم تسريب اسمه واللي هو هيلث نيزر. فطبعا بالترجمة يعني الأوار السفلي، فيعني مش عارف ايه الأوار السفلي دوت، فمش مهم، دي ترجمة جوجل واحنا ملناش دعوة بيه. وطبعا شباب متوقع ان هو يكون تطور هيلث تشان اللي هو الأوار المطوق. طيب يعني انت شايف انت بتقول ايه؟ تطور الأوار المطوق؟ طب ما هو تطور الأوار عموما يعني. للي مش فاهم قصدي في الاكس يا شباب في نظام جديد. طبعا احنا في الاكس غير البيرست. الاكس يا شباب البلابل التانية بتكون نسخ، لكن في بعض البلابل بتكون تطور حقيقي فعلا. واللي مثلا عندنا بلبل التنين الشجاع تطوروا التنين التنين السياف تطوروا التنين الشجاع، لان دومت يعني 3 أجنحة ونفس حتى تصميم الافاتار لو لاحظته بس محسن. ولغز الرمح تطوروا اللي هو لغز القوس. وطبعا ايوه لان هنا عندنا 2 كده وهنا يعني تحسوا كده متشابهين في التصميم. وحتى تطور اوار في السي اكس يا شباب اللي انا مشرحتش عنه في القناه، فلو انتوا عايزين اشرح عن تطور اوار السي اكس اكتبوا لي في التعليقات الصراحه، محتار انزل ولا لا. المهم تطور اوار قاطع واللي هو الاوار هيلث ريبر واللي هو بالترجمه الاوار الحاصد. فطبعا يا شباب 4 أجنحة يعني زي ما انتم ملاحظين. وحتى الحتت ديت الصغيرة بتاعت التحمل اهي بقت البلاستيكة الحمرا ديت اللي في الميتال بليد، او قصدي ميتال بليد ايه مش فاكر اسمها ايه نسيت يا شباب من كتر ما انا النظام الجديد بشرح عنه. فالمهم حتى التنين درين سترايك كان تطور لبلبل التنين الثاقب، لان هم عارفين نفس الافاتار يعني ده بص هنا والتاني بص هنا، فيعني تشابه كبير جدا. وطبعا دوت التصميم المتوقع لبلبل التطور الأوار. طبعا متوقع ركزوا ان مفيش حاجة اصلا لا تسريب واحد نزل عن تطور أوار جديد الا ان هو هيكون نظام ايه ونوعه واسمه ايه ده اسمه ايه ده ان اسمه فطبعا هو هيكون من نظام اليو اكس الانفينيتي اللي هو الراتشت المدموج في البليد، وهيكون مزدوج طبعا. وفي ناس بيقولوا ان البلبل دوت هيكون اول بلبل بيلف دوران يميني ويساري مع بعض. بس ديت حاجه مش معقوله. بس ايوه عندهم حق لان كل جيل كان ليه بلبل بيلف بالاتجاهين. الجيل الاول بلبل فانتوم فوكس بلبل كده من نظام الهيفي ميتال سيستم. لو انت عايز تعرف النظام دوت شوف الفيديو هنا او هنا هكون شرحت عنه سايب لك الفيديو. المهم برضو عندنا اسمه ايه ده عندنا في الجيل الثاني بلبل الدرع الحديدي، والجيل الثالث اللهيب سواء اي تطور من اللهيب يعني. وطبعا بقى في الاكس بقى متوقعين اوار يكون اول بلبل بيلف بالاتجاهين. اعتذر تاني يا شباب لو في صوت كده مش عارف صوت عربيات او موسيقى كده. المهم يا شباب البليد يعني دوت متوقع شكلها، اعيد واكرر عشان متكتبوش لما البلبل ينزل تكتبوا لي في التعليقات ده مش زيه وانت كداب ومش عارف ايه. المهم ميزه البلبل متوقعها انك لما تطلق البلبل بقوه تطلع له شفرات. طبعا بس انا اتوقع لو هيبقى فعلا ليه شفرات ما اتوقعش ان هو هيكون يعني ما اتوقعش ان هو هيكون شفرات تمنع البيرست، لان مفيش
حاجة تتحرك. توقع انها شفرات الهجوم والدفاع مثلا. والبت شباب المتوقعة اللي هي فري تيبر، اللي هي يعني فري بس تيبر نفس بت تيبر بس فري. فحاجة غريبة يعني الصراحة. بس انا متوقعش انها تبقى فري تيبر. تعالوا انا اقول لكم استراتيجياتي الفلسفية. لو انتوا ركزتوا يا شباب هتلاقوا ان الوار القاطع حرفيا لما بقى اسمه ايه ده لما اتطور كان بت تيبر. الوار القاطع كان معاه بت تيبر. لما اتطور لما بقى عنده تطور سي اكس، حرفيا الوار سي اكس بقى عنده نفس البت تقريبا ولكن مطوره وبقى اسمها كيك. وطبعا احنا عارفين البلبل اللي بيجي بعد الوار القاطع هو الوار المطوق. فالوار المطوق جيب بيت نفس بيت الوار القاطع اللي هي تيبر لكن هاي تيبر فنسخة أطول. فبما ان بلبل هيلث نيزر هيكون بعد بلبل الوار السي اكس، اتوقع بقى ان البت هتكون نفسها اللي هي بت هاي كيك، اللي هي اصلا شكلها يعني هي عبارة عن شكل سداسي لله سداسي لطائف، مش فاكر شكلها بالضبط يعني. وفي جواها في النص كده فتحة يعني بص هي عبارة كده اهي زي كده وجواها فتحة. فأتمنى اني اكون شرحت حتى لو رسمي وحش، بس اتمنى اني اكون شرحت لكم. وبس يعني متوقع بقى ان تكون نفس البت ديت بس اطول منها ب1 سنتيمتر. فاكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر بلبل انتم متحمسين له. انا الصراحه اكتر بلبل متحمس له هو بلبل جلوري فالكري الشجاع المجيد والهيلث نيزر القوار السفلي. فطبعا شباب لسه عندنا خبر موعد نزول بلبل براكتو ويب واللي هو 2026 شهر 3 يوم 13. فطبعا شباب صدف ان التاريخ دوت هو نفس تاريخ عيد ميلادي، فحاجه غريبه جدا. المهم فدوت تاريخ بلبل براكتو ويب. اما بقيه البلابل اللي هما هورس وانيلل البلبلين دمت متوقع ينزلوا هما والشجاع برضو التلاتة دمت يعني متوقع انهم ينزلوا شهر 7. فمش عارفين عن يوم من شهر 7. والقوار متوقع يكون في شهر 8. فبس كده اتمنى الفيديو عجبكم. حطوا لايك واشتركوا قناه وفعلوا الجرس وتشتركوا كل فيديو جديد. وبس كده مع السلامه.